السلام عليكم. اليوم جبت لكم أخبار مهمة ومفاجآت بخصوص المنتخب الوطني المغربي وبعض اللاعبين. وغيدي نبدأ مباشرة بأول موضوع: إبراهيم دياز والموقف مع ريال مدريد. إبراهيم دياز صانع ألعاب المنتخب المغربي تعرض لتجاهل كبير من طرف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، خصوصا بعد الهزيمة أمام أرسنال. الصحف الإسبانية نقلت تصريحات أنشيلوتي اللي قال إن فرص العودة قليلة، وإن الهزيمة كانت غير متوقعة واللاعبين انهاروا ذهنيا وبدنيا. أنشيلوتي اعترف أن آخر 30 دقيقة كانت سيئة للغاية. رغم الخسارة، صحيفة موندو ديبورتيفو قالت إن كورتوا أنقذ الريال من نتيجة أثقل، وهذا يدل أن هناك خلل في الفريق. وفي الواقع المدرب ما عندوش كامل الصلاحيات، حيث هناك تدخل مباشر من فيورنتينو بيريز رئيس النادي، اللي هو فعليا كيحدد من يلعب ومن لا. هناك لاعبين مثل مبابي، فينيسيوس، بيلينغهام ما يمكنش يجلسوا الاحتياط، لأن الإدارة ما بغاش تنقص من القيمة التسويقية ديالهم بحكم الإعلانات والأرباح. وبالتالي إبراهيم دياز حتى ولو تألق ما عندوش مكان في التشكيلة، وهذا يهدد مستقبله المهني، والحل الوحيد ليه هو الرحيل. ثاني، عبد الصمد الزلزولي ومشاكله مع ريال بيتيس. عبد الصمد الزلزولي رغم أنه لاعب أساسي عند وليد الركراكي في المنتخب، إلا أنه فقد رسميته مع فريقه ريال بيتيس لصالح اللاعب الشاب خيسوس رودريغيز. الصحف الإسبانية كتبت أن مستقبله غير واضح، وأن الفريق زاد من نسبة امتلاكه للعقد دياله من 50% إلى 80% باش يربح أكثر في حالة بيعه، وهذا كيأكد أن بيتيس ما راهنش عليه وباغي يبيعه. ومشكل عبد الصمد هو أنه لاعب عنده مهارات فردية قوية، ولكن المشكلة الكبيرة كاين في الإنهاء، وهذا نفس السيناريو اللي وقع لسفيان بوفال. كيعطيوك فرجة ومراوغات ولكن الفعالية قليلة. ثالث، حكيم زياش وشائعات الاعتزال. زياش كيعيش ضغط إعلامي كبير، وهناك شائعات تقول بأنه ناوي يعتزل دوليا، خاصة مع صعود جيل جديد بحال إبراهيم دياز والياس بن الصغير. ولكن الواقع كيقول أن هذا الجيل ما زال ما أثبت والو، والمباريات ضد النيجر وتنزانيا كانت ضعيفة، ومكانة زياش باقية مهمة. زياش هو اللي كيعطي التمريرات ويفتح اللاعب، وبصمته واضحة مع المنتخب. الناس اللي كيطالبوا بإبعاده كيمشيوا مع موجة الإعلام فقط. زياش بقى رمز وواجهة للمنتخب، وصعب تعويضه، خاصة إنه عميد الفريق. ما يمكنش نحيدوه بسهولة بناء على فترة قصيرة.